عيالي يقولوا لي عايزين ناكل كنافه بالمانجا. طب اتصل كده بلبن، عايزه اقول لكم سعر القطعه غاليه جدا ما شاء الله. طب لازم ادبر ولازم اوفر ولازم اطلع الشيف اللي جواي. عايزه اقول لكم ما شاء الله بسعر قطعه واحده عملت صينيه تكفي كده من الحبايب 5 و6. طب ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ اوعي بصي ما تدلعيش عيال، دلعيهم على قد ما تقدري. بس انت يا ست البنات في البيت عايزه اقول لك ما شاء الله بلمسه واحده بس كده من ايدك كل حاجه هتبقى في منتهى الجمال والحلاوه واحلى واوفر وانضف من حاجه بره. طب ايه رايكم في الطبق وجماله وحلاوته وطعمها بقى حاجه كده تنزل على القلب كده ما تنزلش في المعده. اول حاجه انا معايا نص كيلو كنافه، والله ده يا جماعه من رمضان، تمام؟ لقيته في الفريزر قاعد كده هو غلبان، اسكت؟ لا طبعا ما اسكتش. جبته كده بصوا فرطته زي ما انتم شايفين على قد ما اقدر كده، وقمت حاطه عليه نص مع كوبايه كده من السمنه، وقمت مدخلاه الفرن، فاتحه الفرن هادي كده وفاتحه الشوايه وسبتهم مع نفسهم لغايه لما اتحمروا خالص، تمام؟ عايزه طبعا تضربيها في الكبه وتقليها كده بالطاسه مفيش اي مشكله انت وراحتك. انا بصراحه حبيت ان انا ادخلها كده زي ما انتم شايفين الفرن، وما في شاء الله ما خدتش وقت معايا خالص، ومن غير تعب ومن غير ايه تكسير ومن غير اي حاجه، تمام؟ خدت خلاص اللون البني زي ما انتم شايفين، بس طبعا في النص بحاول ان انا اقلبها كل شويه. خلاص كده فككتها بقى كده اهوت معايا اول ما هديت كده زي ما انتم شايفين، وطلعت معايا ما شاء الله حلوه جدا جدا ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى يا بنات لازم تسقيها عسل، تمام؟ هتحطي هنا كوبايه سكر على كوبايه ميه على عصره ليمونه يغلوا بس 3 دقايق ولا حاجه، وكده بقى معاكي شربات تقيل وحلو جدا جدا. بعد ما تبرد وتفتفتيها كده زي ما انت شايفه وواخده لون حلو جدا زي ما انتم شايفين. هنا بقى يا بنات انا عندي نوعين من المانجا، معايا الزبديه ومعايا اللي هي السكري، ويفضل جدا ان انت تستعملي الزبديه او النعومه، لان بصراحه السكري طلعت يعني مميه قوي، مليانه ميه كده من جوه، تمام؟ ما طلعتش مانجا كتير، بس انا هشتغل بيها ومفيش اي مشكله. ومعايا هنا كيس كريم شانتيه اللي هو دريم، ماشي؟ هحطه في الطبق كده اهوت وعليه نص كوبايه ميه مثلجه، لازم تكون متلجه يا جماعه عشان خاطر يمسك معاكي على طول. عايزه تستبدليها بلبن انت وراحتك خالص، وضربتها كويس جدا بالمضرب زي ما انتم شايفين. وهنا بقى هديكي تركايه وفكره حلوه جدا للكريم شانتيه، عايزه اقول لك هيخلي الكنافه بالمانجا بتاعتك خطيره ما شاء الله. انا طبعا بعد ما قطعت المانجا حاولت كده ان انا اخد كام معلقه زي ما انتم شايفين وحطيتها كده مع الكريم شانتيه. بصي هنا بقى عد الجمايل، مش قادره اقول لك على جماله وحلاوته، كل حاجه بالمانجا كده، لان ما شاء الله انا عندي عيالي من عشاق المانجا. انا خلصت كده الكنافه زي ما انتم شايفين، احط عليها كده العسل زي ما انتم شايفين كده اهوت، وهقلبها كويس جدا جدا. لو مش متوفر عندك السكر وعندك عسل نحل ممكن تخفيه بس حاجه بسيطه كده بشويه ميه وتحطيه كده على الوش معلقتين 3 زي ما انت شايفه كده. ممكن تستغنى عن الخطوتين دول اصلا خالص لو بتحبيها مقرمشه كده وكريسبي، تحط بس سكر بودره كده من على الوش. هجيب بقى الطاجن البايركس بتاعي واقوم حاطه كده نص الكنافه زي ما انتم شايفين من تحت، واحاول ان انا ايه ابططها كده بالمعلقه كويس جدا جدا. خلاص كده بعد كده هجيب بقى ايه الكريم شانتيه، هاخد بس منه شويه صغيرين كده زي ما انتم شايفين واحاول اوزعه. هنا بصراحه انا حسيتها ان هي كانت محتاجه كيسين من الكريم شانتيه مش واحد بس ما يجراش اي حاجه، انا همشي نفسي تمام كده. وهجيب بقى نص كميه المانجا المتوفره معايا زي ما انتم شايفين، انا ما شاء الله عملت ال5 مانجات اللي انتم شفتوهم دول. خلاص كده يعني بما يعادل كيلو من المانجا، كيلو من المانجا ب 25 جنيه ولا حاجه، وكيس كريم شانتيه ب 20 جنيه ماشي. والكنافه كانت متوفره عندي، والسكر اللهم لك الحمد كان متوفر عندي، ما كلفتنيش 50 جنيه اصلا، 45 جنيه تقريبا ولا حاجه. وعايزه اقول لكم ما شاء الله شايفين بقى هتشوفوا شكل الصينيه في الاخر. وبعد كده بعد ما حطيت الكنافه المانجا حطيت الكنافه وسويتها كويس جدا كده، وبعد كده هجيب بقى الكريم شانتيه واحاول بقى اسويه كده واحطه من على الوش ماشي. وهنا بقى طبعا بعد ما تخلصي زي ما انت شايفه لازم تسويها كويس جدا وتحطي الكريم شانتيه كده، وطبعا اخر حاجه من على الوش خالص بقيه المانجا المتوفره معايا ماشي. وهنا بقى لازم تدخلها التلاجة كده بما يعادل ساعه ولا حاجه عشان كل حاجه تتجانس كده في قلب بعضها وتشرب من بعضها. بس انا اسكت؟ لا طبعا ما اسكتش. انا عايزه اقول لكم ان انا عامله زي مكه بنتي الصغيره، لما اكون عامله حاجه حلوه احب اكلها كده على طول في وقتها عشان خاطر ايه ببقى عايزه اشوف طعمها، فاهمين قصدي؟ فانا بصراحه انا ما خليتهاش تمسكت في التلاجة ولا حاجه، بس بصراحه لما اتبقى منها كام حته كده وتمسكت في التلاجة كان طعمها فارق جدا جدا. زي ما انتم شايفين وزعت المانجا على الوش كويس جدا كده ما شاء الله. كيلو المانجا غرقها من فوق ومن تحت ومن كل حاجه زي ما انتم شايفين، تمام؟ 10 بس دقايق، انا بالظبط سبتها 10 دقايق في التلاجة وقمت جايباها كده. وتعالوا بقى نسمي الله وندوق الجمال. تعالوا بقى اوريكم شكل الصينيه كده طبقات فوق بعضها، لا خطيره.
لا بجد تسلم ايدك يا راني، مفيش تسلم ايدك ولا ايه يا جماعه؟ لا بجد حاجه كده فاخر من الاخر. نسمي الله بقى كده ونقسمها. انا بصراحه عامله الفيديو ده بقى لي كام يوم، بس دلوقتي حاسه ان انا نفسي رايحه كيش والنبي يا اختي شويه كنافه سلف عشان اعملها. يلا ما يجراش حاجه، نسمي الله بقى كده ونجيب الطبق بتاعنا والشوكه ونطلع كده اهوت زي ما انتم شايفين. وهنا بقى ده اللي انا قصدي عليه، هي ما تمسكتش خالص، لازم تقعد ساعه في التلاجة كده عشان تطلع القطعه كده محترمه. بس ما يجراش حاجه، الشكليات دي ما بتفرقش معايا. زي ما انتم شايفين الجمال والحلاوه اللهم بارك، حاجه كده بجد تحفه ترطب على قلبك كده في الجو الحار.